اهلا بيكم. والغلطة اللي ما ينفعش تصلحها في جميع اسباب الرفض اللي هي موجودة بتاع شقق الاسكان الاجتماعي. كلنا شفنا الرسائل بتاع النتيجة، وكلنا شفنا المشاكل اللي كتير جدا قابلناها واتكلمنا عنها قبل كده على فكرة في حلقة قبل كده، وشرحنا كل سبب والرد بتاعه ايه ونعمل معاه ايه. شرحنا كل حاجة بالتفصيل. بس ايه هي بقى السبب والمشكلة اللي ملهاش حل؟ عارفين ايه هي السبب والمشكلة اللي ملهاش حل؟ السبب والغلطة اللي ملهاش حل هي ان انت تسحب فلوسك من اي مكتب بريد. خليك تعرف ان انت فاتح معاهم حساب، طبعا ده من هنا لغاية انتهاء فترة التظلمات. لو ما قدمتش تظلم من هنا لانتهاء فترة التظلمات دي برضو ملهاش حل، ولكن احنا في فترة تقديم تظلمات. خلينا نعرف ان ده السبب الوحيد اللي ممكن ما ينفعش تتراجع عنه. انت سحبت فلوسك يا باشا، خلاص يبقى انت كده ضيعت على نفسك فرصة ان انت تقدم تظلم. والحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش تصلح تيجي مثلا نقول لهم ايه، اصل انا عايز ارجع في كلامي وعايز ارجع الفلوس ثاني مكانها، لا، هيرفض طبعا الكلام ده كله، وهتبقى ضيعت على نفسك فرصه. ممكن طبعا في اعلان قادم جديد انت ممكن تقدم فيه، مفيش اي مشكله بالايصال، تخلي معاك الايصال اللي انت سحبت بيه ده تقدم بيه في الجديد ان انت ما استفدتش وسحبت فلوسك اهو. ولكن نخلي بالنا ان ده ما فيهوش تصليح. يعني انت بتاع العدادات فيه تظلم، بتاع مش عارف ايه فيه تظلم، الناس اللي هي ورقه ما اترفعش فيه تظلم، مش عارف ايه، كل ده ليه ايه؟ ليه تظلم، الا حاله واحده فقط اللي هي ايه؟ الخاصه بيه ان انت تسحب فلوسك من مكتب البريد. نخلي بالنا يا جماعه، ودايما كده نحاول، وانا دي النصيحه اللي بنصحها لعملاء مكتبي وانصحها لكل الناس اللي هي بتتكلم معايا، ان انت ان انت تعمل الجزء اللي عليك. محدش فينا ضامن حاجه في الدنيا كلها، كلنا مفيش حد فينا ضامن حاجه في الدنيا. اي واحد فيكم يفتكر انه ضامن حاجه في الدنيا يبقى بيضحك على نفسه. انا وانت بنعمل اللي علينا، ولكن التوفيق ده بتاع ربنا. فبالتالي انت اعمل اللي عليك وقدم التظلم، واعمل اللي عليك وجهز الورق الناقص، اعمل اللي عليك وهات الورق الناقص، ارفع الورق بتاعك، ما عرفتش تواصل معانا نساعدك. كل ده انت بتعمل ايه؟ الجزء اللي عليك، والتوفيق ده بتاع ربنا. ليك نصيب في الشقه هتاخدها، مالكش نصيب خلاص يبقى انت عملت اللي عليك وضميرك مرتاح قدام بيتك وقدام اسرتك وقدام كل حاجه وقدام نفسك. اهم حاجه عشان ما تقولش ايه يا ريتني كنت عملت. اكيد كلنا بنقول ايه، يا ريتنا كنا قدمنا في الاعلانات اللي فاتت ايام ما كانت الشقه ب 300000 وب 150000، ووصلت انها كانت اول طرحه خالص ب 70000 جنيه. اول طرح في سنه 2014 كانت الشقة ب70000 جنيه، ولما غليت بقت ب130000 جنيه، وبعد كده وصلت ل 180000 جنيه، وبعد كده وصلت ل 215، وبعد كده 285، وبعد كده 310. شوفوا التدريج. احنا دلوقتي ب 650000 جنيه حضرتك. احنا دلوقتي ايه؟ ب 650000 جنيه. فمش عايزين نبقى احنا بنتكلم في ضياع فرص، ممكن السنين اللي جايه تبقى الشقق اغلى من كده. طبعا خلينا نعرف ان انت زي ما قلت لك كده، يعني خلي ده الاختيار الأخير عندما تسد جميع الطرق أمامك. اوعى تفتكر إن 30000 اللي حضرتك دافعهم هيجيبوا لك حاجة، ولا حتى فوائد في البنك ولا أي حاجة هيجيبوا لك مبلغ. يعني أنت لو رحت حطيتهم في بنك مش هيجيب لك بالظبط كده، يعني حاجة بسيطة جدا. حاجة إيه؟ ممكن يجيب لك مثلا حوالي 300 400 جنيه فين؟ في الشهر. فين؟ في الشهر. فنخلي بالنا ده كمان، يعني ده أنا بتكلم إيه في حد أقصى. فطبعا نخلي بالنا يا جماعه ونركز ان احنا ما نضيعش على نفسنا في لحظه تعصب ولحظه عصبيه. لا، نتابع معانا، وانا عملت فيديو قبل كده للشرح كل الاخطاء وكيفيه معالجتها. فاتمنى كل الناس اللي هي مهتميه بالموضوع ده تتفرج على الحلقه دي، وان شاء الله تقدر انها تلاقي الحل بتاعها وما حدش ييأس. اعمل اللي عليك والباقي على ربنا، وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. ويا رب كل اللي عايز شقه ان شاء الله ياخد شقه.